معفنة، ما حد يزعل. ها والله المريض يقول انا عندي مرض من ايران. اللي عنده مرض مع ايران معفنة، ايران معفنة. 4 مرات شغل هذا الفيديو، 4 مرات في اليوم خلال اسبوع باذن الله بالطيب. ايران معفنة، ايران معفنة. حي الله ايران المعفنة. الله يلعن شياطينهم. انا قلت بوضوح بوضوح بوضوح، لا اكتم، ابلع. ما قلت لك روح سب ايران. انت معجب بايران، شكرا يا عمي، ما حد طلب رايك، ابلعها لين تشوف الامور صارت اوكي. ها. اي والله، اي والله يا علي، ما ادري ايش اسمك، والله يننونا يا علي. المشكله يكذبون على لساني والتسجيل موجود. يعني التسجيل موجود وبعد يكذب. لا لا لا، انت قلت تسفل في المرشد الاعلى. ايش دخلني في المرشد الاعلى؟ ايش دخلني فيه؟ انا اقول لك ايران من اكبر راس من رئيسها ليه اسفل واحد. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ صعلوك بحريني، قلبك مع ايران، انت ايش دخلك؟ لا تدش عندي. بس هذا اللي قلناه. بس تعطيك فلوس ايران مستفيد. لا لا بس احبها، حبها، ما اقول لك لا تحبها، ما قلت لك سبها، بس لا تناقز يا اخي. في مرضى عندك لازم عندهم هالشكل، عشان تحصل حقوقك لازم تسب ايران اول. خله يا اخوي، خله يسب يا عمي، خله الله يلعنك ويلعنه وياك. ضيعت حقوق ناس. هذا بوضوح هذا اللي قلته. ضاعت حقوق مئات الالوف من المواطنين البحرينيين بسبب جهلكم انتم اللي تتعصب. اللي الحكومه تقول ان هذول طلعوا في الشارع ما يطالبون بحقوق، لا هذول طلعوا ينفذون مخطط ايراني وهذول اتباع ايران. انت تطلع عندنا في البثوث تقول صح، الحكومه صح، الحكومه صح، احنا اتباع ايران. هذا باختصار. والتافه الدكتور سعيد السماهيجي، الا لعنة الله عليك. انت تفكر محمد البوفلاسه يبي منصب؟ انا يا ملك البحرين اريد منصبا ثم ساتخلى عن كل شيء، حتى غترتي سوف اعطيك اياها. القتوره على قولة رفيجنا. الله يلعن شكلك، الله يلعن شكلك. هذا اللي صار، هذا كله ابي منصب. اي والله انا كنت في البلديه، كنت زبال في البلديه، وشفت ناس قاعدين في الدوار، قلت يلا خلنا اروح اقعد معاهم في الدوار علشان الملك ملك البحرين يعطيني منصب. اي والله، اي لا فعلا يا اخي مبدع انت على هذا انا منبهر من قدرتك على نسج القصص الخياليه هذه. لا لا مبدع مبدع انت والله. من سووا لك عمليه في المخ وانت مخك ضارب يا عمي محمد البوفلاسه بلا